السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بقى قلت اعمل لهم صينية حاجة حلوة كده بيحبوها، وقلت اروق عليهم واعملها لهم كده تبقى دافية وهم بيحبوها مع الشاي بلبن. جبت بولة ونزلت فيها ب3 كوبايات من دقيق السميد، وبعدين نزلت بكوبايتين من الدقيق الابيض، ونزلت عليهم بكوباية من السكر ومعلقة بيكنج باودر. اي معجنات انا بعملها بنزل بالمقادير الجافة الاول. قلبتهم كده كويس مع بعض زي ما احنا شايفين، وبعد ما قلبتهم كويس مع بعض هبتدي انزل عليهم بنص كوباية من الزيت ونص كوباية من السمنة. اكتر من كده انا ما حطيتش السمنه، ما سيحيش زي ما هي انا احطها. هبتدي ان انا اقلبهم مع بعض واشرب الزيت والسمنه للدقيق بتاعي، وبعد ما شربت الزيت والسمنه للدقيق بتاعي هبتدي ان انا بقى اختبر الخميره بتاعتي، عشان انا بحب اختبر الخميره قبل ما اعمل اي معجنات. طبعا الخميره احنا عارفين اللي باكل خميره عليه معلقه سكر ميه دافيه، وهنزل عليها هنزل بالخميره على الدقيق بتاعي، وابتدي بقى ان انا اشربه كده كويس جدا قبل ما انزل باي سوائل. بعد ما شربتهم كده كويس مع بعض هنزل عليهم بميه. الميه بتنزلي بيها واحده واحده علشان خاطر كل دي بيختلف عن الاخر، وزي ما انا قلت لك تكوري حته عجينه لو شققت منك تبقى محتاجه ميه، ما شققتش يبقى هي كده نتيجتها كويسه. هجيب بقى ايه بوله هنزل فيها بكوبايه من دقيق السميد وكوبايه من السكر، وبعدين هنزل عليها بمعلقتين كده من اللي هي بتاعه الرز قرفه، وهنزل عليها بالتست بقى بتاعي معلقه من الكاكاو، هتديها درجه لون كويسه. تمام تمام. بعد ما عملت كده هقلبهم كويس كده مع بعض، وهبتدي بعد ما اقلبهم كده كويس مع بعض تبقى عامله شبه الرمله زي ما احنا شايفين. هبتدي بقى ان انا اجيب ايه نص كوبايه من الميه، وابتدي انزل بالميه واحده واحده كده زي ما احنا شايفين، عشان خاطر انا مش عايزاها تبقى عجينه، انا عايزاها تبقى شبه الرمله معايا. عشان لو نزلتي بالميه بالكوبايه هتبقى عجينه معاكي وهتبقى مش حلوه. بعد ما نزلت بالميه بتاعتي وبقت شبه الرمله كده زي ما احنا شايفين، هبتدي بقى ان انا اجيب ايه البوله بقى بتاعتي. العجينه بتاعتي كانت ارتاحت ما سبتهاش لما اختمرت، وهبتدي ان انا اقطع ايه اتلت العجينه، يعني خلي ايه إيه نص اكبر من النص الاكبر ده انا هحطه في الصينيه بتاعتي من تحت، عشان انا هعمل لها سور رفيع كده من الحروف. هبتدي بفرش بقى العجينه بتاعتي زي ما احنا شايفين من تحت، زي ما احنا شايفين كده. الطبقه اللي من تحت الاول انا فرشتها كلها. بعد ما فرشتها طبعا هتقولي ازاي هفرش الطبقه اللي من فوق ومش عارفه ايه، هقولك على طريقه دلوقتي كويسه لو انت اول مره تعملي الحاجه زي وهتطلع معاكي كويسه ومضمونه. تمام. فرشت الطبقه اللي من تحت، هبتدي ان انا اجيب الحشوه بتاعتي وافرشها بقى كده، وابتدي بقى ان انا ايه افردها بطريقه كويسه واوزعها عشان خاطر يبقى ايه كل الحشوه بتاعتي متوزعه كويس، مفيش حته ما فيهاش ايه حشو زي ما احنا شايفين. بعد ما فردتها كده كويس معاكم، هبتدي بقى ان انا عايزه اعمل الطبقه اللي من فوق. طبعا احنا عارفين الطبقه اللي من فوق دي بتغلب شويه، لا هجيب كيس تلاجة لو انت لسه اول مره تعمليها. ابتدي افردي عليها كده العجينه بتاعتك، وبعد ما تفرديها ابتدي سويها بالسكينه، وابتدي بقى ان انت ايه الكيس التلاجة هيسهل عليكي ان انتي ترفعي العجينه كويس. لو انتي عملتيها على الحشوه هتلزق منك، عملتيها على الرخامه مش هتعرفي ترفعيها. زي ما احنا شايفين ابتدي سويها كويس كده زي ما احنا شايفين مع بعض، وهبتدي بقى ان انا ارفعها كده على ايدي، وابتدي احط الطبقه اللي من فوق. وبكده كنت خلصت الطبقه اللي من تحت والطبقه اللي من فوق، وطريقه سهله جدا وما خدتش معايا أي وقت. هبتدي اعملها حته حته، وهعمل الطبقه اللي من فوق واوريها لكم. بعد ما عملت الطبقه اللي من فوق طبعا هتقولي ايه ده بصي عامله ازاي، لا هتشوفوا النتيجه هتبقى عامله ازاي. هجيب شوكه بقى كده وابتدي بقى ان انا ايه اعمل لها شكل من فوق، وقبل ما تدخليها الفرن تقطعيها، عايزه تقطعيها مربعات مستطيل زي ما انت عايزه. انا كنت مسخنه الفرن، هبتدي بقى ان انا ادخلها الفرن وارجع اوريها لكم. عايزه اقول لكم شايفين شكلها لما طلعت عامله ازاي، شايفين من تحت ومن فوق. عايزه اقول لك اول ما بتاخد وش من تحت تاخد الطبقه اللي من تحت وتلاقي الحروف احمرت منك، ولعي الشوايه بتاعتك. كده كانت الوصفه بتاعتي خلصت. لو وصفتي عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، وربنا يحسن ما بين ايديكم.